السلام عليكم أحبائي. تقدمت نورة فتحي بدعوى قضائية ضد الممثلة الهندية جاكلين بتهمة التشهير بها بغرض تدمير مسيرتها الفنية، حيث تقدمت جاكلين بإدلاء تصريحات تمس بسمعة نورة فتحي خلال التحقيق معها في قضية غسيل الأموال التي هزت الوسط الفني بالهند. كشف دفاع نورة فتحي أن النجمة المغربية تعرضت لمؤامرة بسبب النجاح والتقدم السريع الذي حققته لمسيرتها الفنية بالهند، مما شكلت خطر المنافسة في بوليوود. كما استدعيت نورة فتحي من طرف الشرطة الهندية للاستماع لأقوالها بشأن قضية غسيل الأموال. ما رأيكم بهذا الخبر؟ هل هي قضية مؤامرة أم هي فعلا متهمة كما يدعي البعض؟ شاركوني رأيكم في التعليق.